الفيلم ديالنا كيبدا مع جمال هو غادي للخدمة وغيكون خدام في واحد المدينة الملاهي، ولكن مازال كاع ما تم الافتتاح ديالها. وجمعتهم المديرة وقالت لهم هذا المشروع غتنجحوا بأي طريقة واخا كاينة حداهم مدينة ملاهي أخرى. وجاوبها جمال وقال لها بلي هذه هي راه خاوية، كيبان ليها انت محتاجة تجلسي شوية في الدار باش ترتاحي. وهي تعصب منه وعاقباتو بتنظيف الخندق ديال مدينة الملاهي. وهذا الشيء اللي كان بدا تينظف فيه هو وصاحبو ستيف. وجمال قال لصاحبو شبالك نخرجوا من هذه الخدمة ونمشيو نخدموا في مدينة الملاهي اللي حدانا. وستيف وافق حيت ما كرهش يتفك من المديره بالليل قبل النهار. وملي كان جمال كينظف في الخندق شاف واحد السلسله ديال الذهب، هو يهبط باش يجبدها ولكن طاح في الخندق. وملي خرج لقى راسو في بلاصه اخرى وغريبه، وهو يجي عنده واحد خونا وكيكون باين عليه انه متشرد. وجمال كان كيصحاب ليه باللي خونا سكران ولا شي حاجه، ويقول لي جمال واش انت خدام في مدينه الملاهي اللي حدانا ولا شنو. وجاوبو خونا قال ليه دوي معايا باحترام راك داوي مع فارس. وملي كانوا داويين على خفله خونا غيطيح حداه بحال ميت. وهنا جمال غيتخلع وما عرف ما يدير وبقى غير كيغوت وكيقول عيطوا على الاسعاف، ولكن حتى واحد ما جاوبو. وخونا كان قاطع الحس وما بقاش كيتنفس. وبغى جمال يدير ليه التنفس الاصطناعي ولكن ما قدرش حيت كانت ريحه فمو خايبه بزاف. وهو يجبد واحد الرشاشه كانت عنده بنكهه النعناع ورش عليه فمو ومرافق خونا في البلاصه. والصراحه عييت ما نبقى نعيط عليه بخونا. المهم نسميوه رضا ويلا نرجعوا للفيلم ديالنا ونعاودوا اللقطه من الاول. هو يجبد واحد الرشاشه كانت عنده بنكهه النعناع ورش عليه فمو مرافق رضا في البلاصه. وبقى كيشكر في جمال حيت عتقو من الموت. وقال ليه باللي هو دابا ما دير ليه بحياته. ورضا دا مع جمال لدارو اللي كانت في الغابه. وتما جمال سولو كيفاش درتي دخلتي العود لمدينه الملاهي، وسولو حتى على الحوايج اللي لابس. ولكن رضا ما فهم والو وطيب ليه واحد القنيه، ولكن جمال ما عجباتوش وعطاه الفلوس ومشى وخلاه. ورضا ما كانش كيعرف بشي حاجه سميتها الفلوس وما كيعرفش اصلا لاش كيصلاحو. داكشي علاش كمشوهم ولاحهم في العافيه اللي كانت تمشي على تماك. وبقى جمال غادي في الغابه توصل لواحد العروبيه واللي كانت غريبه بزاف. وجمال كان كيصحاب ليه باللي هما ممثلين كيصوروا في شي فيلم. دازو شي فرسان كانوا غادي يدخلوا في جمال، هو بقى تابعهم وكيسب فيهم. وشويه لقى راسو قدام واحد القصر اللي كان كبير بزاف. وكان كيصحاب ليه باللي هذه هي مدينه الملاهي اللي حداهم. وهو يقول مع راسو الصراحه مدينه الملاهي اللي دارت المديره ما غاديش تنجح وما غاديش تبان قدام هاد مدينه الملاهي. وملي مشى باش يدخل وقفوا الحراس ومنعوه. وقال لهم جمال بلي هو من مدينه نورماندي وباغي يدخل عند المدير باش يتشكى من الموظفين ديالو. وطلبوا منه الحراس السماحه، قالوا ليه هما بصح كيتسناو واحد الراجل من مدينه نورماندي. ودخلوا جمال القصر كان كيصحاب ليه بلي هادشي كامل غير ديكور والناس كاملين كيشوفوا فيه ومستغربين من اللبس والشكل ديالو. وفي طريق لعند الملك شاف فيكتوريا اللي كانت خدامه في القصر ومشى عندها طاير وبغى من عندها النمره. واختنا ملي قال لها اعطيني النمره قالت لي رقم 7، ولكن جمال ما فهم والو. وملي سولها جاوباتو بلي هذا هو الرقم ديالي في ترتيب ديال خدام الملك. وملي كانوا داويين جا عندهم القائد الحرس بارت وبدا كيتقرب من ختنا. وهنا جمال تعصب وبقى كيسب فيه. وخونا بارت جبد السيف وقال ليه دوي معايا باحترام ولا غنقتلك. وجمال باقي ما فاهم والو وكيتصحاب ليه بلي هادشي كامل غير تمثيل. وقال ليه الصراحه انت ممثل واعر والله حتى تيقتك. موراها جا واحد خونا اخر قال جمال الملك بغى يشوف. وجمال كان كيصحاب ليه باللي الملك هو المدير ديال مدينه الملاهي. وملي دخل عنده الملك سول جمال على احوال ديال مدينه نورماندي وجاوبو جمال قال ليه كلشي هو هذاك ما كاين حتى شي جديد. وعاود سولو الملك على واحد خونا سميتو الذوق واللي غايجي يتزوج ليه بنته وبغى يعرف امتى يجي. وهنا جمال بدا كيضحك وقال ليه شوف الصراحه التمثيل ديالكم ما عندي ما نقول فيه وحتى من الديكور مخدوم مزيان، ولكن انا والله ما فهمت شي حاجه. وشويه هو يقرر يدخل معاهم في السيناريو ديالهم. وقال الملك بلي الذوق غيجي نهار الثلاث. والملك فرح بزاف وطلب من الخدم ديالو يوكل جمال ويشربو ويعطي اي وحده بغاها في القصر من غير بنته حيت غيجي الذوق يتزوج بها. وما علينا. المهم داك خونا اللي جابوه هو نيت اللي داه باش يوريه البيت. وجمال طريق ولا هو كيشكر ليه في القصر والديكورات اللي فيه. ومن بعد سولو على بلاصه الوالد حاشاكم. وملي دخل لقاه معنكشه وما عرفش منين يبدا. هو يخرج عند خونا وبدا تيخاصم عليه، ولكن خونا ما فاهم والو. وشويه شاف نادم كيجري ويسولو هادو مالهم. وجاوبو باللي غاديين يتفرجوا الاعدام ديال زعيم ثوره. موراها ومشى حتى هو باش يتفرج وكان كيسحاب ليه بلي حتى هاد اللقطه غير تمثيل. ولكن ملي طاح راس خونا قدامه ما فهم والو ويهرب ليه الفريخ وغيب. وملي فاق لقى راسو في البيت ومعاه فيكتوريا وقالت ليه انت مالك واش عمرك شفتي شي واحد تعدم ولا شنو؟ راه حنا موالفين هادشي وعادي عندنا وكل نهار كنعدمو 3 4 غابضح. موراها سولها جمال على اش من عام وما فيه دابا وقالت ليه بلي حنا في عام 1329. وهنا غادي يزيد يهرب ليه الفريخ باغي غير يمشي بحالو. ولكن هي قالت ليه بلي هو مازال ما سالاش داكشي علاش جا وراتو واحد
السلسله بحال هذيك اللي كانت شاف في مدينه الملاهي واللي بسببها هو دابا هنا، وقالت ليه باللي انت جيتي هنا باش تعاوني نقتل الملك ونرجع الحكم ديال المملكه مره اخرى، وبلي هاد السلسله هي الرمز ديال ثوره على الملك. وهو يدخل داك خونا عاوتاني وقال ليه بلي الملك يتسناك في التحت، وملي مشى لعندو لقاه وجايب ليه واحد العود باش يدير ليه واحد العرض قدام الناس، وحاول جمال يركب عليه ولكن ما عرفش، وهو بدا كيضحك عليه الملك وكاع هادوك اللي كانوا تماك. مورا رجع للبيت عند فيكتوريا وهي تسخن ليه واحد الحديده فوق العافيه، هو تخلع وقال لها اش باغا ديري، وجاوباتو بلي باغا تقتل بهاد الحديده شي حوايج عندك في ظهرك، وانا جمال غادي يلقى بلي كاينين شي حشرات في ظهرو، وهو يتخلع وبدا كيغوت. ورجع عنده داك خونا عاوتاني وقال ليه بلي الملك قال لك اجي، وملي هبط لعندو لقاه داير ليه حفله كترحيب ليه وجلس حداه وكان كيقطع ليه الماكله بيديه. وكانت هاد القضيه ديال الملك يقطع الماكله لشي واحد شرف كبير وكيتمناها اي واحد، ولكن جمال ملي شاف الكلب ديال الملك كيلحس ليه في يديه ما عجبوش المنظر وما بقاش باغي ياكل. ومن بعد الملك طلب من جمال ينوض يشطح ليهم شي شويه، وخوتنا اللي تما كانوا دايرين ايقاع قديم، وجمال وراهم ايقاع جديد وعلوم حتى واحد الشطحه جديده، وكاع اللي كانوا تماك عجبهم الحال وكانوا كيقلدوا فيه. وبنت الملك مشات لعندو وهنا شافها بارت وما عجبوش الحال وبغى يعاقبه، وجمال باغي يهرب منه، وملي كان هارب طاح للملك وعتقوا بالصدفه من شي وحدين باغيين يغتالوه. وفي ديك اللحظه الملك كان فخور به وقرر يعينو على مسؤول على الامن في القصر حيت عنده الحس الامني، وهذا الشيء خلى بارت يتعصب بزاف حيت خدا ليه المنصب ديالو. وسول جمال الملك على مميزات اللي عند المسؤول، وجاوبو الملك بلي غيعطيه الاراضي وحتى الناس اللي غيزرعوها. وموراها جمال جمع الخدامه ديالو وقال لهم بلي هو باغي يدير واحد المشروع ديال الوجبات السريعه، وصيب الخدامه ديالو اللبس خاص بيهم. ومن بعد كان في بيتو وطلب من الحارس ديالو يجيب ليه فيكتوريا، وملي جات لعندو قال ليها بلي هو ماشي الشخص المناسب اللي يقدر يقتل الملك، وتقلقات منه وخرجت. وملي كان ناعس جمال جات حداه شي وحده وهو كان كيصحاب ليه بلي هذه هي فيكتوريا. وفي النهار اللي موراه جا الراجل الحقيقي ديال مدينه نورماندي، وهنا الملك تعصب حيت جمال ضحك عليه وماشي هو الراجل اللي غادي يتزوج ليه بنته. وملي خدا الحراس ديالو وطلع ليه لبيتو، وملي دخل تصدم بنته اللي كانت ناعسه حداه، وجمال قال ليه بلي هو كيصحاب ليه بلي فيكتوريا هي اللي ناعسه حداه، ولكن الملك كان حاقد عليه وحكم عليه بالاعدام. وملي دخل الحبس ديالهم ودوا مع المساجين اللي تما قالوا ليه باللي كيتمناوك وكان الفارس الاسود هنا حيت كان غيعتقهم وما غاديش يخلي الظلم يكون. وسولهم جمال عليه وقالوا ليه باللي هو محارب عظيم وخطير، وقالوا ليه باللي واحد النهار سرطو تنين ولكن هو قدر يشرق ليه كرشو وخرج، وقال ليه باللي كان كيخرج العافيه من فمه. ومورا الحراس جاو باش يديو جمال يعدموه، وكانوا بزاف ديال الناس واقفين وكيتفرجوا. وفي واحد اللحظه قال لهم باللي هو ساحر وجبد لهم واحد بريكه من جيبو وشعلها، وقال لهم باللي يقدر يخرج العافيه حتى من يديه. وبير طلب من الحراس يعدموه بالزربه قبل ما ينتشر السحر ديالو في المدينه. وملي كان خونا يقطع عليه راسو وحلات ليه شي حاجه في فمو وهو يتخنق، وناض جمال وبقى مضارب معاه حتى عتقو. وموراها قال لهم باللي يقدر يحرق المدينه كامله الا بغى. وفي واحد اللحظه تلاح واحد السهم واللي شعل العافيه في شي خاميات اللي حداهم، والناس كاملين كانوا كيتسحابوا لهم بلي هادشي بسبب زمال، ولكن صدق رضا وهو اللي جا باش يعتقو حيت عتق ليه حياته في المره اللي فات وركب معاه في العود ورك بيه. وفي الطريق قال ليه بلي فيكتوريا هي اللي قالت ليه بلي انه ما يعدموك، وداه لمدينه طوار واللي كانت فيها فيكتوريا وكاع طوار. ومن بعد انا عرفوا بلي الجنود ديال الملك جاو حرقوا المدينه وخطفوا فيكتوريا. وقرر جمال يمشي يرجعها وبدا كيقنع في الناس، واخا في الاول ما بغاوش وكانوا خايفين ولكن من بعد قدر يقنعهم ووافقوا وتجمعوا كاملين وقصدوا القصر، وبدات الحرب بيناتهم. وكانوا الجنود حاقرين على خوتنا في الاول حتى لواحد اللحظه هو يبان لهم الفارس الاسود. والصراحه بيني وبينكم هذا غير جمال اللي يدير في راسو الضحك وهادشي زعما باش يتخلعوا، والمهم ديروا بحال ما قلت لكم والو. وخونا صدقات ليه والجنود خافوا منه خصوصا فاش بدا تيخرج العافيه من فمه. وفي واحد اللحظه طاح من العود وما يكتشفوا بلي خونا صدق غير جمال وغير كان مطلع عليهم. وموراها رجعت الحرب بيناتهم، وكان الملك مع بيرت في السطح وكان خايف بزاف، وطلع الخونا في راسو ويلوحو من فوق السطح وقتلو ومات الملك. وموراها طلع جمال كيجري باش يقتل بيرت ويعدق فيكتوريا، وملي وصل لقاها شادها وطلب منه يلوح السيف باش ما يقتلهاش. وهادشي اللي
اللي دار جمال بيرت جرحة صغيرة من عنقها ومشى يضرب مع جمال، والمهم في الاخر جمال ضرب وحده طاح ومشى باش يفك فيكتوريا، وفي واحد اللحظة بيرت ناض وكان ناوي يضرب بالسيف من اللور، ولكن رضا شير عليه واحد السهم من التحت وعتق جمال لمرة ثانية. وهنا كيكون تصرو طوار ورجع لعرش المملكة مرة أخرى، والملكة جابت واحد السيف وبغات تعطيه لجمال، كتكرم ليه ولكن مو بغات تعطيه ليه وخونا غيب. وفاقوا القراصنة في مدينة الملاهي، ومورا واحد المدة طويلة قدروا يفتتحوا مدينة الملاهي. وفي واحد النهار جمال شاف واحد ختنا اللي كتشبه فيكتوريا، وحتى هي كانت عندها الأطراس ديال شي جرحة، وكانت هاد ختنا سميتها نيكول. وبقى كل واحد فيهم كيقول الاخر ما عرفتش فين شفتك، ودار معاه هو باش يديروا شي خرجه باش يتعرفوا على بعضياتهم اكثر. ولكن ملي كانت غاديه في حالها خونا تفكر باللي ما خداش من عندها النمره وهو يتبعها، وفي ديك اللحظه طاح في الماء تاع مدينه الملاهي عاوتاني، ولقى راسو في مسرح الرومان وتابعينه بزاف ديال السبوعه. وخونا تماك عرف باللي رجع العصر الروماني. ويكون تسالى الفيلم ديالنا. الى عجبكم الفيلم ما تنساوش ديروا واحد لايك واحد اشتراك.